قالت بويا لو قعد بالدار، لو قعد بالدار، ايش حالات الابو لو قعد بالدار. بويا محلاه ويفيع للاكتار، بويا ميلته مع عليه صغار وكبار. ايش حالات الابو اذا قعدوا ولاداته يمه بنياته يمه؟ ها يقولون زينب ما تحملت. تدري ايش قالت؟ عليك الحسين ايش قالت؟ قالت له عمه هم ارجع للدار واشوف اخوتي، هم ارجع للدار واذكر ابوي. ايش قالت والله؟ قالت يا هلا يا هلا جينا وقفنا ببابه، عم جينا وقفنا ببابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أبويا ما يعترض، ما فد يوم شفته. هذا يكون تعليم أسرع مما شنو أنا شنو أقرأ. هذا شو يسموه؟ العملي. وذاك النظري من دون عملي ما يفيد. فأكو ناس، بعض الناس ما راحت بويا تتعلم حتى تدينها على قدها، صلاة وصيام، بس ما سمعنا فرد يوم من الأيام هو عق والديه. ما فردنا سمعنا يوم من الأيام شرب له جقارة قدام والديه.
ما فرد يوم سمعنا يوم من الأيام ما إجا والده وما احترمه والعياذ بالله. ليش؟ لأن متربي بتعبيرنا، متربي تربية إسلامية عملية مو نظرية. فبالتالي القدوة جدا مهم في المجتمع، وكل ما يريدون يغيبون القدوة الحقيقي المفروض يجتمع شنو؟ يتمسك بالقدوة الحقيقي. لأن قلت لك اليوم أكو اليوم قدوات يسموهم رمزية التفاهات، موجودين على التيك توك، موجودين على هاي البرامج، أصحابين بعض المنتوج التافه بتعبيرنا، واليوم أصبح يقود المجتمع. هذا من جانب آخر أخوان، القدوة عندنا يحاولون جهد الإمكان يبطلون عمله، وهي مهمة. عندنا قدوات. المعلم أخوان خاصة احنا نذكر هاي القضية واحنا بدينا بالدراسة تقريبا شهر ونص. المعلم احتراماتي للسامع، ما أخذ قدسيته مني ومنك، ما أخذ احترامه مني ومنك، لا، المعلم أخذ الاحترام من الله سبحانه وتعالى. ميز الله سبحانه وتعالى أبونا آدم على الملائكة بالعلم، فبالتالي احترامه وتقديسه كله من الله سبحانه وتعالى، لأنه صاحب علم. وهاي اللي تشوفها وأنا اللي تشوفه، وكل مجريات اليوم في الدنيا اجت من خلال المعلم والتعليم. وكاد المعلم أن يكون شنو؟ رسولا. مو المعلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما الأنبياء يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. فاليوم المعلم قدوة. أنا من أولادي أتعلم أقول لهم بويا دير بالك على المعلم، هذا أبوك الثاني. مو صحيح قبل يعلمونه هيك؟ يعطوه مكانته العلمية، كونه قدوة لابني. 3 ساعات 4 ساعات هو ابني باوع. هذا شنو معناه؟ أرجوك إذا غيب البيت، إذا غاب الرجل، إذا غاب الأب من البيت، شو يصير بالبيت؟ يبقى على حاله؟ إذا كانوا أولاده صغار يبقون على حاله؟ ما يبقون على حالهم أخوان. ليش؟ لأن مصدر الرعاية ومصدر المسؤولية ومصدر الحنان ومصدر العطاء ومصدر كل خير هو الأب، وراح الأب. فلذلك خلينا ننتبه لهذه التحديات، وخلينا نفهم شلون الأمور قاعدة تصير على مود نكون على مستوى لهذا التحدي وننجح به. طيلة من نرجع للقرآن نلقى دائما المصلح إما يغيب عن المجتمع، إما شنو يطرد من المجتمع، يعني يريدون يقتلوه. ولذلك المصلح يحاول شنو ينأى بنفسه، لأن القتل ليست به مصلحة لا إله ولا علما للمجتمع. ولذلك هذا اللي دار بالحسين عليه السلام يوم خرج بأبي وأمي: يا أمير إنا نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا بدأ الله وبنا يختم، ومثلي لا يبايع شنو مثل هذا بالمضمون. فالإمام عليه السلام بأبي وأمي أراد الخروج، بعد اقتضت المصلحة الإلهية يخرج كما خرج موسى عليه السلام خائفا يترقب موسى عليه السلام. ولذلك اقتضت المصلحة الإلهية يخرج، ويخرج بكل أهل بيته إلا تلك البنت العليلة فاطمة العليلة بأبي وأمي. الأب شيء لا يتكرر في حياتك أخوان. الأب لو تجمع كل آباء الدنيا كلهم يصيرون لك أب، ما يقدر يغني هؤلاء كلهم مع احتراماتي لهم، ما يغنون على شنو وجود الأب عليكم السلام. ولذلك الأب قلت لك فشيء يصير وإذا راح لا يتكرر،
فهو نسمة ورحمة. وش قد ما توصف الأب ما تقدر، وش قد ما تعمل للأب ما تقدر تسده إطلاقا، ما تقدر تسد. تدرون ليش إخوان؟ لأنه هو صاحب الفضل. وأصحابين الفضل بالابتداء، ايش قد ما أنت تريد تسد ذلك الفضل وتشكر ما توصل، لأن شنو؟ أولا هو صاحب الفضل. ولذلك الإمام الحسين بأبي وأمي صلوات ربي عليه جمع العيال، أخذ ينادي يا زينب يا علي الأكبر، أخذ يحضر العائلة للخروج بأبي وأمي، إلا تلك الطفلة البريئة هي فاطمة العليلة. ولذلك فاطمة جالسة تنتظر، شايفين الطفل من أهله يريد يغادروا، ينتظر واحد يقول له بدل حضر غراضك، لكن ما حد نادى عليها بأبي وأمي. ولذلك جلست بأبي وأمي تسولف ويا روحها، تقول أنا جوايا عدا وحمل ضعنهم وكن غريبة ومان منهم، يا بي يحملون يحملون وانا اتفكر لهم، كانهم كلهم يشيلون كانهم ويظل خال نزلهم. الله أكبر. ولذلك جاءوا معه يريدون يصبروها، أروح وياكم؟ قالوا لا بني أنت مريضة، فاطمة أنت مريضة ولا تقدري على السفر. ما يقدر يقول لها الإمام الحسين أنا هاي روحتي بعد ما بها رجعة. يحاول أن يصبرها بأبي وأمي. لما بدأ الركب بالتحريك صاحت بو ياخذون وياكم مسرج الخيل، والله الخيل وحط فراشكم لو شلشل الليل، اخذوني خادمة. لما سمعها الحسين بأبي وأمي رجع إليها، أجلسها في حجره. هذا الله أكبر، هذا حضن الأب. مسح دموعها من عينيها، يصبرها بأبي وأمي، بنية تصبري. والله لما سمعها حسين رد من الضعل ليها. بويا يا بويا يا بويا يا بويا، أبويا راح شال الفرح وياه، ولا باقي الخلق وين الهم ونلقاه، مو حصار بيت العزبة ليا، نشم عطره ونقول هناك عدونا. ابويا اللي راح شال وشالت البسمة خيمة وحدرك العيال ملتمة، الدنيا خلاف عينه مو حشر ضلمة، بعد وين الاب ونلقاه ونشم. ابويا اللي راح شال وعاف الاحباب، ترك بيته ومجان حضر التراب، بقلوب اللي تحبك تارك صواب، تعال ورد علينا وعوف الاحباب، يقول رد علينا شجاك وقفت بيتك، رد علينا يا خيمتنا التلمنا، رد علينا صدى صوتك يا ابويا، رد علينا بعد ما عود الحجر الوطي، بعد ما عود للحجر
الصبر قوة. والله وعتبي على قبرك بويا صرت ابكي، وعتبي رجع والدي راح بدي، رجع والدي راح من ايدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلاما يا أهلي يا أهلي، شخباركم زينة؟ بس السلام منين؟ يقول من الدافنين وراحت سنين. سلاما يا أهلي يا أهلي، شخباركم؟ والله زينة يا زينة يا زينة، من الدافنين وراحت سنين. يقول له من الذي مربيكم وانت صغار هسه بلحد بالمقبرة مخلينا؟ من الذي مربيكم وانت صغار هسه بلحد بالمقبرة مخلينا. اسمع يقول هواي اشتاق بس القبر ما بيبان، ولا واحد نسمع من يحاكينا. بويا هواي اشتاق هلي هلي يا هلي يا هلي، هواي اشتاق يا مايله يا مايله يا مايله الدنيا ويا هنه. هواي اشتاق بس القبر ما بيبان، ولا واحد نسمع من يحاكينا. يقول احس بيكم تجون للقبر مرات، وبجيكم والعتاب هواي هذين. اسمع الوصية يقول الخميس الما تجوني انا ظل اشتاق، اجي للبيت اطوف اليم حياطينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمر اليوم ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الذكرى الأليمة تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة المرحوم أبو علي الشيخ أبو علي طيب الله ثراه وعوضه الجنة إن شاء الله. ونحن في هذه المناسبة نود أن نشكر جميع الذين ساهموا في هذه المجالس التي قال عنها الإمام الصادق عليه السلام: احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، من أحيا أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وكيف نحيي أمركم يا ابن رسول الله؟ سأله الإمام الصادق عليه السلام في أحد المجالس، قال عليه السلام: تعلموا علومنا وعلموها للناس، ولو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. فإذا نحن علينا واجب أن نقيم المجالس لإحياء ذكر أهل البيت وتراثهم وسلوكهم وأقوالهم حتى يصل وينتشر إلى جميع أنحاء العالم، ويوالوهم على بركة الله وحفظه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية عظم الله لكم الأجر بمصاب السيدة الجليلة فاطمة الزهراء عليه السلام،
لأنها في هذا اليوم هي ذكرى استشهادها، وكذلك نجتمع اليوم لذكرى الشيخ كاظم البيجاوي، الذكرى السنوية الأولى. وهذه المسائل هي مسائل مهمة، ذكر الآباء وذكر الأمهات، لأنها تعزز الربط بالقيم والمبادئ، لأن كل واحد من هؤلاء الشيبة الذين فقدناهم نفقد تراثا حضاريا من القيم ومن المبادئ. وهذه المناسبة هي مناسبة جيدة لتعزيز الربط بالآباء، بتعزيز الربط بالأمهات، تعزيز الربط بالقيم والمبادئ الإسلامية اللي كانوا يحملونها، وهي هم كذلك هي من باب بر الوالدين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، وهذه الحركة وهذا الموقف هو موقف لطيف وجميل، وإن شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم بهذه الذكرى الأليمة على قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. المرحوم البيجاوي رحمة الله على روحه بالحقيقة كان إنسان فاعل خير وسباق لعمل الخير في مدينته، مدينة السدة، وكان أيضا أبوه يعني كذلك معروف بالمدينة للقاصي والداني، وأنجب ذرية طيبة إن شاء الله، واسمه يستمر بعمل المعروف. وبهذه المناسبة اللي احنا صادفت سنة المرحوم مع وفاة فاطمة الزهراء، أول مرة نتقدم بالتعزية والعزاء لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء قبل المرحوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا المصاب الجلل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته إنه أرحم الراحمين. تمر علينا ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء بضعة الرسول صلوات الله وسلامه عليها، تتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم الشيخ الجليل كاظم البيجاوي رحمة الله عليه، ذلك الإنسان الشفاف الذي طالما سعى للإصلاح ورائد من رواد الإصلاح. ونسأل من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ونقول خير خلف لخير سلف، والبركة بأولاده الطيبين. اللهم ارحمه برحمته الواسعة بحق محمد وآل محمد. نشكرهم الشكر الجزيل، وكل من ساهم وأتى لعزائنا لهذا اليوم. ونشكر من خلال القناة كل أهالي السدة وكل الحضور الطيبين في الذكرى السنوية للمرحوم أبو محمد كاظم عباس البيجاوي. أختصر كل اللي عشت معاه في هذه الكلمتين: جزاه الله الجنة إن شاء الله. كان دمث الأخلاق، جاري وأخي، كنا يعني بيت واحد لم نرى منه إلا خيرا. أسأل الله عز وجل أن يحشره مع محمد وآل محمد. الشهادة لله، كان ساع للخير، كان يعني بابه تطرق لقضاء حوائج الناس، كثير من العالم تطرق بابه لقضاء حاجتهم، وأنا يعني جاره يعني ومطلع عليه. فكان دمث الأخلاق، طيب العشرة والمعشر، هادئ، لم نرى له ولم نسمع له صوتا. الشهادة لله. وكذلك أولاده الذين نسأل من الله أن يكونوا خير خلف لخير سلف. أسأل الله له الرحمة والغفران.